هاي جايز، ازيكم؟ جايبه لكم طريقه تتبيل الدجاج مشوي من ورا الخيال. خطيره مع صوص جانبي بالحمص يجنن، وتتبيله خطيره. خضروات كمان مشويه بطعم وتتبيله جديده جدا، وكمان محسوبه السعرات. هقول لكم سعراتها في اخر الفيديو. واهم حاجه ان هي كمان بتقوي المناعه. تعالوا نبدا على طول. عندي هنا دجاجه كامله حوالي 1.5 كيلو او 1.7 كيلو. شلت سلسلة الظهر زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اقطعها شرايح كده واعمل فيها فتحات بالطول علشان التتبيلة تتوغل في لحمة الدجاج. هحطها عندي في الاير فراير واحط عليها صوص، مش صوص، خلينا نقول ان ده الاميونيتي بوست اللي انا عملته معاكم قبل كده، عبارة عن ليمون وزنجبيل وكركم وبرتقال. المزيج ده خطير في تقوية المناعة وتخليص الجسم من السموم. هحط عليها مزيج من التوابل اللي انتوا شايفينها دي، وهكتبها لكم في الكابشن تحت. وهبدأ ان انا ادعك الفراخ واديلها مساج اللي كلنا محتاجينه دلوقتي. هتبلها كويس قوي في التتبيلة دي، واتأكد ان كل التتبيلة دخلت جوه اللحم بتاع الفراخ او الدجاج. وبعدين هدخلها الاير فراير بقى على حرارة متوسطة لمدة من 40 ل50 دقيقة، او لحد ما تبقى كريسبي من بره وطرية من جوه مستوية. ده عندي حمص مسلوق في ميه، حطيته وحطيت عليه توم بودره وبصل بودره وفلفل اسود، معلقه صغيره من زيت الزيتون، ملح، معلقه صغيره من الطحينه، وطحنته في الكبه شويه. وبعدين زودت له معلقتين كبار من الزبادي اليوناني. كده بقى عندي الصوص جاهز. الخضار عندي انا عملته لكم قبل كده في فيديو، قلت لكم ازاي نحافظ على الخضار لمده اسبوع، هتلاقوها موجوده في الفيديوهات القديمه. وده كان شكل الفراخ لما خلصت، كانت خطيرة. مش متخيلين هي كانت قد ايه كريسبي من بره وجوسي من جوه كده زي ما انتوا شايفين. وطعم الليمون مع البرتقال والزنجبيل والكركم مع التوابل وزيت الزيتون، بصوا في حتة تانية. وكمان الحمص عمل يعني طعم كده خطير، وادى تكستشر فوق الممتاز. كمية الخضروات في الدجاج والحمص دي بتكفي 4 أفراد. السعرات الحرارية للفرد 390 سعر حراري، فيها 20 جرام من الكربوهيدرات، نسبة قليلة قوي طبعا بطريقة غير مباشرة جاية من الحمص. فيها 12 جرام فاصلة 5 من الدهون، وقنبلة بروتين 47.9 جرام من البروتين. يعني وجبة واحدة بتكفي أكتر من نص احتياجك للبروتين في اليوم. يا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم، وبليز لو عجبتكم الوصفة شجعوني بلايك وكومنت، واكتبوا لي تعليق حلو. واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.